السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ في فلوج جديد. بقالي كتير جدا ما عملتش فلوجات. النهارده الفلوج هيبقى في امتحان الكوميونتي. لو ما تعرفنيش الاول، انا مي جمال، تالتة طب بشري. على قناه انا بحاول احفزكم واشجعكم واشارككم رحله الطب. فالساعه دلوقتي 8 بالليل. امتحان الكوميونتي بكره باذن الله الساعه 12. هل انا بتكلم كده ان انا يعني مخلصه وقاعده مرتاحه وفاضيه؟ لا، بس الصراحه انا اصلا كنت حسيت ببرن اوت وان انا مش قادره اكمل خالص. فاضل لي كذا حاجه المفروض ان انا اعملها. فقلت خلاص انا هقوم اتشجع. قمت الاول مسحت المكتب كويس ونضفته علشان حسيت ده بجد بيرجع لي طاقتي تاني، يعني سريعا على فكره، يعني الحاجات دي مش بتاخد وقت. وعملت لي كوكتيل. وبعد كده هرجع تاني. قلت ايه اصور معاكم كده بحيث ان انا اتشجع تاني واقوم. فبجد التغيير ده، وحتى ان غيرت هدومي ده، بجد حسسني فعلا ان انا متشجعه اكمل تاني. والحمد لله ان هو اول ماده كوميونتي. كان الاول اول ماده رمض اللي هي كانت المفروض تبقى يوم الخميس، بس الحمد لله ان هو اتاجلت بسبب سوء الاحوال الجويه. بجد يا جماعه حاسه ان هو ده كان استجابه دعوه ناس كتير، منهم انا كمان. أنا كنت منهاره حرفيا قبل امتحان الرمض ده، لان في يوم كمان ضاع مني كله بسبب انه كان كاتب كتاب اختي. فبجد كنت حاسه ان انا مضغوطه جدا، ومش عارفه افرح، وفي نفس الوقت حاسه ان انا مش هلحق الم الدنيا. فالحمد لله عديت على خير. ودلوقتي المفروض ان انا بجهز لامتحان الكوميونتي. الحمد لله هي كميه مش كبيره، بس للاسف في زيادات. الزيادات دي اللي هي الايه، الحاجات اللي الدكاتره بيقولوها في المحاضرات ومش موجوده في الكتاب. فهما مجمع لها ملف تقريبا 56 سلايد. فده الحاجه اللي فاضله لي، ان انا الحمد لله خلصت المنهج نفسه كقراءه اولى. فهخلص الزيادات بحيث ان اكون عديت على كل حاجه، وبعد كده ابدا احل. يعني اقرا درس واحل عليه، اقرا درس تاني سريعا واحل عليه بحيث ان انا اثبته. انا اصلا كده كده كنت صاحيه الظهر، فيعني باذن الله اكمل للساعه مثلا 12 او واحدة على حسب يعني ما اخلص المهام اللي ورايا. بس على الاول اكتب الحاجات اللي ورايا. الحمد لله خلصت ورد الجمعه اللي هو سوره الكهف، بس لسه فاضل لي الصلاه على النبي. انا صليت 400 مره. المفروض ان احنا بنعمل تحدي 1000 مره. تابعوا على الكوميونتي لو انتم مش متابعين معانا، واعملوا اشتراك في القناه. عايزين نوصل ل50,000 مشترك خلال الاسبوع ده. فالاول انا عندي الزيادات وان انا احل. وفي حاجه اسمها تجميع ارقام، لان الماده دي كلها ارقام اصلا، ودي اكتر حاجه مستفزه يعني بجد. وتعريفات والاخطاء بتاعتي، لان برضو وانا بحل غلطت كتير. فالاخطاء بتاعتي لما براجعهاش بجد على طول بيجي منها واغلط تاني. يعني انا غلطت فيه مره اغلط تاني، لكن لما براجعها ما بيجيش منها او ساعات برضو بيجي منها. فبفرح الصراحه ان انا راجعتها. فبجد لما تحلوا مثلا ويبقى عندكم اخطاء، اعملوا لها سكرين شوت او كده، بحيث ان انتوا لما بترجعوا لها بجد بتشكروا نفسكم ان انتوا فعلا حليتوا الحاجه ديت وقابلتكم قبل كده. وبس دلوقتي هبدا ان انا اذاكر الزيادات وارجع لكم تاني بعد ما اخلصها. خلصت الزيادات، المفروض دلوقتي ان انا احل، وبعد كده يعني ارجع ادرس واحل، ارجع ادرس واحل، وهكذا. الفكره دي كنت خدتها من كتاب اسمه Eat That Frog، اللي هو كل هذه الضفدعه. يعني معنى اصح انت لو عايز تاكل حاجه كبيره هتقسمها لقطع صغيره. فهي نفس الفكره، ان الشباتر عندنا في الكلينيكال بقت كبيره جدا، فبقيت اقسمها للعناوين الرئيسيه بتاعتها، اللي هي حرفيا ممكن كل عنوان يبقى صفحتين. فده بيسهل على دماغ الفكره بشكل رهيب جدا. تاني حاجه، انا بذاكر من كتب ورقيه. بشتري اصلا كتب خارجيه عشان التنظيم بتاعها احسن من كتاب الكليه، بس برضو انا معايا كتب الكليه PDF. فانا بذاكر بنظام 50 دقيقه و10 دقايق راحه. ال50 دقيقه دول برضو بقسمهم ل10 دقايق ب10 دقايق. في ال10 دقايق دولت مثلا بذاكر صفحتين. ممكن تقول ال10 دقايق دول قليلين على الصفحتين، بس انا مش لازم من الاول ابقى بيرفكت فيهم. لا، انا بقراهم كويس وبقرا كل جزء لوحده كذا مره، واخبي عليه بالورقه البرتقالي اللي انت كنت شفتوها قبل كده. وبعد كده اقوم مدخله التكست اللي انا خدته كوبي ده على ChatGPT، واكتب له البرومت اللي هيظهر قدامكم على الشاشه. بعد كده ChatGPT بقى بيقسم لي الموضوع كله للMCQ على كل حرفيا كل سطر بيبقى عليه MCQ. فده كمان ببقى شفت المعلومة تاني مرة في نفس الوقت، فبيأكدها لي. بعد كده بيعمل لي بقى تلخيص لأهم النقاط اللي أنا ذاكرتها في الصفحتين دولت.
فبقى شفت المعلومة تالت مرة كمان بشكل ملخص واحسن، بعد كده ادخل على الصفحتين اللي بعدهم وهكذا. وفي الاخر خالص، بس ده بعد ما اخلص الدرس كله، بدخل احل عليه بقى من جروبات الدفعه. فبالتالي انا بكون فهمت المعلومه، ذاكرتها. حتى شات جي بي تي على فكره في حاجات كتير ما بقاش فاهماها بساله فيها وبيفهمني. فالحمد لله درجاتي بدات تتحسن لما بدات ادخل الطرق الجديده للمذاكره دي، اللي هو الاكتيف ريكول، سبيسد ريبيتيشن، وان انا اخلي التلخيص للاخر خالص. لو ما لحقتش الخص مش مشكله، بس التلخيص ما بيبقاش في الاول لانه بيستهلك وقت. الحمد لله خلصت معظم الحاجات، راجعت الاخطاء بتاعتي، هشوف بس تجميعات الارقام ديت وملف زي ده تاني عشان أأكد عليه. الساعة دلوقتي 3:30. يعني صراحة عايزة انام جدا، بس هستنى الفجر وأصلي الفجر وبعد كده هنام. هكون نمت تقريبا 5 ساعات، فيلا بينا. خلصت وكان باقي نص ساعة على صلاة الفجر، فقلت استغلها في قيام الليل. قرأت قرآن واستغفرت وبعد كده صليت قيام الليل. الفترة دي بالذات عندي اكتر معدلات ان انا نفسيا مش احسن حاجة ومتوترة على طول. وحاسه ان السبب الاساسي هو فكره السهر، لان انا قبل كده كانت نفس المذاكره عندي، نفس عدد ساعات المذاكره ونفس كل حاجه، بس كنت بنام من الساعه 9 واصحى الساعه 3 الفجر، فكنت بحس ان انا احوالي اهدى بكتير. فبجد دي اكتر حاجه عايزه اغيرها الفتره دي. نمت بعد الفجر وصحيت الساعه 9. الغسول ده قوي جدا، ضيعلي اثار الحبوب، بس ما يستخدمش كل يوم. دلوقتي انا جاهزه عشان هروح الامتحان، بس هنقل الحاجات بتاعتي من الشنطه دي علشان هي اتقطعت كتير. الشنطه دي جبتها جديده، فيلا بينا. اول حاجه هاخدها هي الكتاب، المقلمه بتاعتي انا واخده فيها قلم رصاص وقلم جاف، والمفروض ان انا اجيب برايه والبوك بتاعي. وهنا قدام بقى هحط ايه، حاجات مش اساسيه شويه، اللي هي المرايه، حبوب للبرد عشان لو جالي برد مفاجئ، ومناديل مبلله ومناديل عاديه. وطبعا ختم التسبيح ده بحب احطه هنا علشان ايه، يبقى سهل ان انا اوصله خلال المواصلات. حبايه للبرد برضو، شويه فكه، دبابيس زياده، ومرطب للايد ومرطب للشفايف. بحب اعمل الحركه دي عشان لو دخت او حسيت ان في ريحه وحشه حواليا بره ما بقاش حاسه ان انا متضايقه، بقوم جايبه بودي سبلاش واحطه على بتاعتي، كنت واخداها عادي في الشارع، وبغرقها بقى بيه بحيث ان انا احطها في الشنطه تبقى ريحتها حلوه وفي نفس الوقت تنقذني في الاوقات اللي انا عايزاها فيها. بس احطها هنا وبس، يلا بينا. زي ما قلت لكم قبل كده، بحب دايما فكره ان انا احط على طول خاتم تسبيح في الشنطه غير الخاتم التسبيح الاساسي اللي بيبقى معايا في البيت، عشان ده بيسهل عليا فكره ان الاوقات البينيه في المواصلات وكده استغفر فيها. وطريق الكليه بياخد من 700 ل 800 استغفار. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله جيت من الامتحان، هو ما كانش بيرفكت ولكن الحمد لله عدى على خير. دلوقتي المفروض ان انا هنام شويه لان انا نايمه بس 4 ساعات، فهنام شويه وبعد كده اقوم اجهز الماده تانية. عندي ENT، فخليكم معايا.